وده عن شهادات ال27%. إصدار شهادات جديدة بالبنوك وآخر موعد لإصدار الشهادات. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائد. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعالى بينا نشوف الفيديو الجديد. جالنا سؤال مهم جدا من أحد المتابعين: هل الفايدة رايحة لفين؟ هل هي في طريقها للصعود أم بداية للنزول؟ وخصوصا مع توحيد سعر الصرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى في البنوك وأيضا في السوق الموازي بعد تحرير سعر الصرف وبدء دخول الدولار إلى البنوك سواء من الداخل أو من الخارج، وذلك بسبب توفير السيولة النقدية بالعملة الأجنبية بالبنوك أولا. وده اللي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، إنه تم توفير أكثر من 50 مليار دولار أولا قبل اتخاذ قرار التعويم، حتى لا يتم ارتفاع السلع والخدمات زي ما شفناه في السابق مع التحريرات السابقة، ومع إصدار البنوك أعلى فايدة وهي 30% زي اللي في البنك الأهلي وبنك مصر سواء شهرية أو سنوية. ولأن بنك مصر أصدر شهادة ابن مصر، والشهادة دي بدوريات صرف مختلفة. أول شهادة 3 سنوات المتناقصة، وأول عام فيها بتقبض 30% فايدة، وتاني عام 25 فايدة، وتالت عام 20% فايدة. أما الشهادة الثانية وهي بربع سنة وكل 3 شهور، أول عام بتقبض 27%، تاني عام بتقبض 23%، تالت عام بتقبض 19%. أما الشهادة الثالثة وهي بعائد شهري، أول عام بتقبض فيها 26%، تاني عام بتقبض 22.5%، تالت عام بتقبض 19%. الحد الأدنى لربط الشهادات التلات شهادات هو 1000 جنيه. وبرضك البنك الأهلي أصدر شهادات ب30% وأخرى ربع سنوية وأخرى شهرية، واحنا عرضناها على القناة، ممكن تدخل القناة هتلاقي فيديو شهادات البنك الأهلي. لكن مع بدء إصدار هذه الشهادات بدأ التخوف من إلغاء شهادة 27% قريبا، وذلك بسبب منافستها للشهادات التناقصية التي تم إصدارها، لأن الشهادة 27% هي شهادة سنوية وهي اللي يفضلها العملاء بسبب قصر مدتها وعدم ربطهم على شهادات متناقصة بسبب التخوف من ارتفاع الفايدة مرة أخرى. وهنا بيكون لك حرية اختيار بين الشهادات قبل إغلاق الشهادة السنوية، لأن الشهادات اللي هتكون موجودة قدامك هي الشهادة ال3 سنوات المتناقصة زي ما شفنا قبل كده في الشهادة 19%. فتابع معانا كل التقارير القادمة عن أسعار الفايدة، وكل اللي عليك إن أنت هتشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو عشان يوصلك مننا التقارير القادمة هامة جدا.